تعتبر فرقة بلاك بينك من أشهر الفرق الغنائية في كوريا، وتضم عددا كبيرا من المغنيين. من هي قائدة فرقة بلاك بينك؟ المجموعة الغنائية الكورية التي أصدرت أولى أغانيها منذ حوالي 5 سنوات لتصبح واحدة من أهم فرق الكيوب. هذه المجموعة تضم 4 فتيات، كل واحدة لها عنوان ومكان في المجموعة، وربما الأكثر استجوابا من قبل محبي الكيوب منذ سنوات حول زعيم فرقة بلاك باند بينك، خاصة وأن الفرقة كانت بلا قائد منذ ظهورها الأول بسبب تشابه أعمار أعضائها، لذا فهي تفصل قائد الفرقة بلاك بينك في كوريا بالإضافة إلى معلوماتها الأساسية وألقابها. لم يتم حتى الآن ترسيخ أي قائدة أنثى في بلاك بينك، ولكن يشاع أن جيني كيم هي قائدة المجموعة لأنها العضوة الأكثر شعبية والأكثر كفاءة في اللغة الإنجليزية. ييج انتير تايني ميند، وبعد 5 سنوات من التدريب أصبحت عضوة في الفرقة، لكنها أصدرت عدة ألبومات منفردة وقدمت في مهرجان كواشيلا اليوم. وتعتبر جينا كيم واحدة من أشهر مغني الراب في فرقة كي بوب. جيني هي الوجه الكوري الأول والأكثر شهرة في عالم الرقص والغناء، لذلك نهتم بإبراز أهم معلوماتها من خلال النقاط التالية. جيني كيم تبلغ من العمر 26 عاما تقريبا. أطفأت شموع عيد ميلادها في 26 من يناير بمناسبة عيد ميلادها 25. أما بالنسبة للسنوات التي انضمت فيها إلى بلاك بينك فكان ذلك بعد الاختبارات في عام 2010، حيث كانت متدربة في البداية، وفي عام 2015 ميلادي. وتعتبر جيني أكبر عضوة في فرقة بلاك بيت، لذلك أصبحت قائدة المجموعة.